رجال الأمن في مكة وفي المدينة وما يحدث من عبث، أتمنى صادقا والله أن يكون هناك حلول جذرية ومعالجة فورية لما يحدث في مكة أو في المدينة، ولجل لا أحد يأتي ويزايد علي يقول هذه قبل سنوات أو كذا. أمس صباحا كنت في مكة والحمد لله أكرمني الله بعمرة، ورأيت 3 قصص في فترات متعددة حينما كنت في مكة، في 3 قصص حدثت أمام عيني، وسيحاسبني الله سبحانه وتعالى عن هذا المنشور. والذي رفع السماء بلا عمد لا أبتغي به رضا أحد ولا سخط أحد، ووالله الذي لا إله إلا هو لو كان من وراءه سجن لا أسأل عن أحد. فهذه كلمة حق أبتغيها عند الله سبحانه وتعالى وسأحاسب عنها أمام الله. قبل فترة كنت أعتمر وكنا أمام حاجز أمني، وكان أحد العسكر واقف على الحاجز، يعني واقف على الحاجز، فجاءهم الأوامر أنه توقفوا، صحن المطاف مليان، يعني ممنوع تدخلوا ناس لأنه صحن المطاف امتلأ. توقفت أنا ومجموعة من الإخوان أسأل الله أن يبارك فيهم، والعسكر قالوا توقفون. كان في أخ يبدو على ظاهره بأنه لحيته خفيفة، فالمهم بدأ بالصراخ وحسبي الله ونعم الوكيل، وبدأ يدف في الحاجز. العسكري سقط من على الحاجز، العسكري سقط من الحاجز، قام يدف كذا. أنا والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو أن لي قوة أو طاقة وكنت طويل شوي بالكاد كنت أمسك هذا الملتحي وأدفه، إذا ما ضربنا أنا وياه على كلامه وعلى بذاءة لسانه. فبدأ يتكلم وبدأ يسيء وحسبي الله ونعم الوكيل فيك وكذا. فالمهم نحن ننظر إليه كذا بغرابة، إيش في الرجل هذا؟ يعني جاء الأوامر من داخل إنه المطاف امتلأ، صحن المطاف امتلأ أكثر من عدد، إذا دخل في ناس بتموت، في ناس بتتضايق، في عجائز وفي كراسي وفي كذا. فالمهم لفيت أنا وأمسك كذا يقول له يا أخي اتق الله. الرجل يقول له خلاص، الرجل مأمور يقول له حسبي الله ونعم الوكيل والله العظيم يعني يهدد بأنه سيدعو عليه في هذا المنظر. وأنا أرى كذا، والعسكري والله لا أكاد سمعت منه حتى كلمة واحدة، ولا أتذكر أني سمعت منه كلمة بذيئة أبدا. ولما رأني أتكلم كذا أمسك بيدي وكأنه يقول لي اسكت لا علاقة لك به، ومضينا. الموقف الثاني، كنا بدأنا نصلي في الطريق الذي يدخل منه المعتمرين، فبدأنا الله أكبر، جاء العسكري يقول يا حاج مو هنا صلاة، يا حاج مو صلاة. قام أحد رجل كبير في السن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن له الختام، قام كذا بدأ يتبذى عليه ويقول له روح حرروا الأقصى، خلوا مكة الآن. المهم إيش يعني ليش جالسين هنا؟ روح الأقصى. والرجل هذا بلده إلى الأقصى أقرب منها إلى مكة، وأنا بصراحة ملقوف أحيانا، فأنا قلت له أنت ليش جاي لهنا، ليش ما رحت الأقصى؟ فالمهم إيش هو ينظر اليوم إيش دخلك بالموضوع كذا. فالمهم بدأ والعسكري ولا كلمة، بس يا حاج ممنوع تصلوا هنا طريق. أخذت أغراضي أنا ومشيت، شفت لي مكان آخر وصليت، وبدأنا نصلي. هذه مواقف أمام عيني، أنا أراها أمام ناظري. وموقف ثاني حصل من العسكر، أنهم كانوا يريدون أن يضربون رجل سعودي داخل الحرم. كنا في صحن المطاف بالدور الأول، وكان في أخ سعودي مع أمه وزوجته أو خواته. الأم كانت تريد أن تبقى قليلا لكي تنظر إلى الكعبة. الرجل بدأ بالصراخ عليها ويقول لها يا الله يا الله، سحبها كذا، هي أمه أتوقع، ما أدري والله، ولكن من ظاهرها أنها أم. مسكها كذا. المهم أنا والله أني أردت الواحد يروح يضربه أو شيء، ما لي علاقة بالموضوع، وأنا طويل مرة اللهم بارك، طولي 1.50 متر، ما في بيدي شيء. فجأة رأيت كذا 2 ضباط جايين من بعيد ويجروا، وأنا فرحت كذا فيهم وأقول لهم الحقوا. فالمهم ذهبوا إليه، كانوا يريدون أن يضربوه على تصرفه داخل الحرم، حتى أنه باللفظ كذا يقول له أمك في البيت أو كذا وليست في الحرم، لا يسمح بمثل هذه التصرفات، أو كما يقول له بلهجتهم السعودية. فسبحان الله الأم قلبت تدافع عن ابنها. مثل هذه التصرفات أراها أمام عيني ويحاسبني الله سبحانه وتعالى عليها. ولا أظن والله أن الرجل الذي في الحرم ستصدر منه تصرفات إلا حينما يكون هناك تصرفات قبلها لا يمكن تحملها أبدا. فلهؤلاء الرجال أتمنى أن تصل إليكم هذه الرسالة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكم عنا خيرا. أتوقع يداومون واقفين بالساعات ولا أحد يشعر بما يشعرون به. إحنا في البيت لا نستطيع تربية أطفالنا، وإذا عصبت تضرب ولدك 2-3 وعندك طفلين في البيت. فما رأيك بأكثر من 360 جنسية وأصوات مختلفة وكلمات مختلفة، والعاجز والكبير والصغير والطفل والهندي واليمني والسوري وغيره، كافة الجنسيات هذه، وهم يتعاملون مع كل هذه الفرق. فأتمنى صادقا من كل مشهور من دول عربية أو أجنبية، أصلا تجاوزات تحدث من دولنا العربية، أتمنى من المشاهير صادقا والله أن يكون هناك توعية لكل من يأتي لزيارة بيت الله الحرام،
اعلموا أن المكان مقدس، وأن من يعملون فيه يقومون بعمل جبار، إن لم تشكروهم فلا تكفروا فضلهم. لا بد أن تعرف بأنك ستذهب إلى مكان مقدس. العشوائية التي تعيشها في بلدك لا يسمح بها في مثل هذه البلد. السلام عليكم ورحمة الله.